قبل ما أبدأ حلقة النهاردة عايزك تجاوب بصراحة. عمرك دخلت اجتماع أو مقابلة أو حتى قعدة عادية وكان عندك كلام جواك بس ما نطقتش؟ ده مش لأنك مش عارف تقول ايه، بس لأنك حاسس إنك لو اتكلمت هتغلط أو هيضحكوا عليك، أو لأن في صوت بيقولك أنت مش جاهز، المكان ده مش مكانك، الناس دول أكبر منك. الصوت ده جوه كل واحد فينا، والصوت ده مش خيال، دي حالة نفسية بنعيشها كل يوم. الصوت ده هو الراوي، هو الراوي اللي جواك. وانا هنا النهاردة مش علشان اقولك تطرده او تهرب منه، انا هنا علشان تفهمه وتعرف امتى تسمعه وامتى تسكته. فاكر اول مرة اتقالك اسكت؟ بس مش بالكلام، لا، دي كانت نظرة أو ضحكة أو تجاهل واضح وصريح. أول مرة كنت متحمس تقول فكرة، فاكر إيه اللي حصل وقتها؟ حد قالك إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ الموقف وقتها خلص، بس الصوت فضل يقولك خلي بالك، المرة الجاية ما تتهورش، خليك ساكت أحسن. فاكر لما اتكلمت قبل كده واتجرحت؟ يا ترى عايز تكررها تاني؟ فاكر وقتها حصل ايه؟ علامات الاستفهام بتدور جواك، والراوي بيبدأ يسيطر عليك. الصوت في الأول بيبتدي كحماية، حماية ليك عشان مشاعرك، عشان أحاسيسك، وبعد كده بيتحول لسجن، وانت بتعيش جوه السجن ده، وبيكبر معاك وبيظهر في أوقات كتير. أوقات كنت ممكن تكون وقتها في المدرسة، وبعدها في الجامعة أو في الشغل، وبيفضل يظهر معاك في العلاقات اليومية، في مواقفك الكتير اللي بتحصل. أنا شخصيا أول مرة كنت هعمل عرض عمل في الشغل حضرت كويس جدا، بس يوم العرض وأنا واقف الصوت قال لي أنت بتعمل إيه؟ هيفضحوك وهيتريقوا عليك. وفعلا نسيت أول جملة. ده مش لأني ما كنتش محضر، لأ، لأني صدقت الراوي، صدقت الصوت اللي اتكلم معايا. النهاردة هتكلم معاكم عن 4 أنواع للراوي أو للصوت. الراوي الداخلي مش لازم يكون نسخة واحدة، ده ليه أشكال كتير وبيتغير على حسب المواقف وقد إيه أنت سبته يتحكم فيك. ولحد ما شفت الحلقة دي هو قد إيه قوي جواك. كل واحد فينا بيعيش مع نوع أو أكتر من الرواة أو من الصوت. وأول راوي معانا النهاردة هو الراوي الناقد، اللي دايما شايفك مقصر، ومهما عملت هيقولك كان ممكن تعمل أحسن، أو مهما عملت بتغلط مواقفك وتقول يا ريتني كنت عملتها بشكل مختلف. يعني دلوقتي الراوي بيقول لي ايه الفيديو ده، انت مش مسجله بشكل كويس، وأدائك فيه وحش، وصوتك كمان مش حلو. بس أنا لو خليته صوت للتطوير هيفيدني، ولو سكتله هيكسرني. يعني هرد دلوقتي على الراوي وأقول له أنا لازم أتعلم وأتطور وأفضل أسجل ومن غير ما أعيد، لأن المشاهد كمان لازم يشوف التطور في شخصيتي وفي التسجيل. وهنا أكون رديت على الراوي وتعايشت معاه. النوع التاني من الرواة هو راوي الضحية، ده اللي بيقولك الدنيا ضدك، الناس
مش فاهمينك، محدش بيحبك، وممكن يخليك تكره الناس أو تستسلم وتبطل تحاول. ده بيظهر في المواقف اللي بتحاول فيها ولسه النتيجة ما ظهرتش، فبيحبطك من جواك. أما النوع التالت، وده المنتشر بينا، وده بسبب التربية اللي اتربينا عليها، هو النوع المحذر. الراوي المحذر ده حارس البوابة، بيخوفك من كل خطوة. يعني لو جالك فرصة شغل جديدة، يجي الراوي يقولك لو غيرت شغلك هتفشل، أو لو اتعرض عليك مشروع، لو فتحت المشروع هتخسر كل فلوسك. وده محتاج تشوف المعطيات اللي بيتبني عليها والتغيير اللي بيحصل، وتربط بالواقع. وسؤالي ليك، هو الراوي بيحذرك ولا بيحبسك؟ النوع الرابع معانا النهاردة هو المحفز الحقيقي، وده نادر وجوده، لكن بيجي وبيكبر مع التكرار والمحاولات، هي اللي بتقوي. ده الراوي اللي بيقولك جرب، ولو وقعت هتقوم تاني. وفي لحظة بيقولك اتكلم، صوتك مهم حتى لو محدش سمعلك، المهم انك اتكلمت وحاول مرة كمان. وده اللي لازم تديله المايك، يعني لازم تديله اهتمام، وأول ما يقولك نفذ نفذ، لأن ده الراوي اللي هيشجعك وهيفكرك إنك نجحت، وهيفكرك إنك عديت الحواجز. سؤالي ليك دلوقتي، مين من الأربعة الرواة دول أكتر واحد مسيطر عليك دلوقتي؟ ياريت تكتب لي في الكومنت، عايز أسمعك وأعرف مين الراوي اللي جواك دلوقتي. اعرف إنه في الشغل الراوي بيشتغل أكتر من مديرك وزمايلك. خليني أقولك على مواقف ممكن تكون بتحصل معاك كل يوم. يعني لما مديرك يقولك الشغل ده كويس، الراوي بتكون ليه وجهة نظر تانية، بيقولك ده بيجاملك، هو أصلا مش شايفك. أو لما تجيلك فرصة تتكلم قدام الإدارة، الراوي يقولك لو غلطت هتتبهدل، اسكت أحسن. أو تشوف زميلك اللي اترقى، الراوي بيقولك أكيد عنده واسطة، انت عمرك ما هتوصل. شايف ازاي الراوي بيزور الواقع؟ مش بس بيأثر على مشاعرك، لكن ده بيعيد تفسير اللي بيحصل حواليك بطريقته هو. كتير بتحصل مواقف انك تبعت رسالة مثلا او ايميل، وده طبعا بعد ما تقعد وقت كبير تفكر هتكتبها ازاي، وما تلاقيش رد من اللي بتبعت له الرسالة. وقتها الراوي بيجيلك جري وبيقولك اكيد اللي استلم الرسالة او الايميل مش طايقك دلوقتي، او بيفكر يرد عليك رد قاسي، وبيقعد يقولك على الردود كلها السلبية. لكن ممكن بعد كده تكتشف ان اللي انت بعتله الرسالة هو لسه ما قراهاش، او مسافر، او اتشغل في حاجة. الفكرة هنا ان الراوي او الصوت اللي جواك لما ياخد السيطرة الكاملة بيشوه الحقيقة، وانت بتصدق ده اكتر وبتآمن بده اكتر، وبتكون دايما النتيجة غير مرضية، وتقعد تحلل وتتعب في مخك في حاجات اصلا ملهاش وجود في الواقع. طيب نعمل ايه؟ هتكلم معاكم دلوقتي في 5 حاجات ممكن تغير كل ده. اول حاجة، ما تهربش من الراوي، اسمعني. كل صوت عبارة عن رسالة، اسمع الرسالة بس ما تصدقهاش على طول. تاني حاجة، اعرف هو جاي منين. معظم الأوقات بيكون خوفك من الكلام من مواقف قديمة حصلت، وانت أصلا
مش فاكرها، بس هي مسيطرة عليك ومخلياك مش قادر تحاول تاني. بس الخوف مسيطر عليك ومخليك مش قادر تحاول تاني. ممكن تكون نتيجة تربية انت شايفها كانت قاسية، لكن بالعكس الراوي هو اللي بيقولك كده. تقدر تعمل كمان اختبار للراوي، يعني لو كتبت هو بيتكلم معاك في ايه، تقدر تسأله فين الدليل على كلامك ده، ومين اللي قال كده غيرك. هو كل اللي حواليك شايفين كده؟ معظم الإجابات أو تقريبا 80% هتكون لأ. رابع حاجة إنك تبدل القصة، يعني بدل ما تقول أنا دايما بفشل، قول أنا لسه بتعلم، واللي بيجرب بيتطور. وإنك تغير مفاهيم اللعبة وتلعب على الرفض بدل الموافقة، يعني تقول أنا هنجح لو اترفضت في أول 10 محاولات هعملها. خامس حاجة، ودي مهمة جدا، إنك تشارك اللي جواك مع حد بتثق فيه. ولما هتسمع صوت من بره غير صوتك الداخلي، هتبدأ تراجع صوتك ده. وده عن تجربة شخصية فادني جدا. عايز أقولك على حاجة، كل شخص ناجح وكل قائد وكل فنان وكل إنسان مؤثر عنده الراوي الداخلي، لكن الفرق إنهم ما سابوش الراوي هو اللي يكتب النهاية. وأخيرا خليني أقولك، أنت الراوي وأنت بطل القصة، بس الأهم أنت كمان المخرج. اللي هتسمعه جواك هو اللي هتحققه بره. ولو الراوي جواك بيتكلم دلوقتي، يا ترى بيهمس لك بإيه؟ اكتب لي في الكومنت، وابدأ أول مواجهة حقيقية بينك وبين الراوي. بشكركم على الحلقة النهاردة وأنا استمتعت. ولو الحلقة دي حسستك بحاجة، اعمل لايك واشترك في القناة، وياريت نفعل الجرس. أنا حاتم حافظ، Change Asian.